النهارده بقى هشارككم يومي ان شاء الله. وكنت بعمل ايه في الفطار يعني من الاول للاخر. دي ميه سخنه كنت حطيتها بقى تسخن وكده، وعلشان كنت عايزه اعمل جيلي وحطيت كيسين من الجيلي. تمام، حطيت كوبايتين سخنين، وهحط كوبايه واحده بارده بس. تمام. كوبايه ونص بارده. تمام. وبعد كده بقى حطيت معلقه سكر وحطيت الجيلي وكده. وهنا كنت جبت الموز بقى وسبته ياخد له غلوتين على النار، لان انا مش بعمله على البارد، انا بعمله على السخن. تمام. وكنت بقطع الموز علشان احطه في الجيلي يعني وكده. هو في طريقتين للجيلي. في طريقه ان انتي اول ما بتحطي الموز بيطلع كده على الوش. تمام. ولو مش عايزاه يطلع على الوش، بتقومي حاطه شويه موز وحط عليهم شوية صغيرين من الجيلي، وبتدخليهم التلاجة شوية بيجمدوا شوية، وبعدين بتقومي حاطة طبقة تانية من الجيلي وكده. بس انا عملته بالطريقة دي، يعني ان انا حطيت الجيلي كله مرة واحدة والموز كله مرة واحدة. وبعدين هنا كنت بتبل البانيه. تمام. حطيت عليه بصل وملح وفلفل، وسبته بقى على جنب كده. مش بحب اضيف اضافات اكتر من كده، بتضيع طعمه. وهنا كنت خلاص بعصج اللحمة علشان هعمل طبعا مكرونة بالبشاميل وبانيه مع بعض. تمام. طلب إلينا ان هي عايزة تاكل مكرونة بالبشاميل يعني، مع ان انا عملتها قبل كده على القناة، بس قلت برضو ايه اشارككم يعني وكده. هنا كنت حطيت بصلتين كبار ونص كيلو لحمة. تمام. ومعلقة صغيرة من الملح وشوية فلفل اسود، وحطيتهم على النار وكده يتشوحوا بقى تمام. وهنا دي كانت المية المغلية للمكرونة. تمام. وبعد كده جيت بقى حبيت ان انا اعمل البشاميل. حطيت يعني مكعب كبير قوي من الزبدة، مش صغير، وحطيت زي 3 4 معالق من الزيت كده. وفضلت اقلب فيهم لحد ما الدقيق خلاص بدأ ان هو يغير لونه ويضيع الريحة اللي فيه، دي ريحة الدقيق. تمام. وهنا حطيت يعني شوية حلوين من اللبن. انا مش بحط مثلا كوبايه، مش لا، انا بحط بالنظر والله يا جماعه. مش بحط بالكوبايه. وبعدين بقى قلت مش هغلب نفسي ان انا كل شويه اقعد بقى اقلب وكده. قمت اخدت الدقيق واللبن وكله حطيته في الخلاط وضربته في الخلاط، لان انا عشان ما اقعدش اقلب كتير دراعي وجعني. وبعدين حطيت حبه فلفل اسود عليهم بعد ما نزلتهم وشويه ملح. تمام. فضلت اقلب فيهم كده بحيث ان هم كلهم يمتزجوا مع بعضهم. تمام. يعني كل الفلفل الاسود والملح وكله يبقى يدخل وكده. وبعدين حطيت مكعب مرقه عليهم. عايزين تحطوا شوربة حطوا، انا بحب احط شوربة وبحط لبن مع بعض. وهنا دي كانت كريمة طهي. حطيت شوية منها وكده برضو، يعني بتخلي الطعم حلو. وبعدين جبت الحلة وجبت المكرونة اللي انا كنت مصفياها. حطيتها في الصينية. تمام. انا نزلت شوية كده، وبعدين جبت عليهم بقى بشاميل، حطيت عليهم بشاميل قلبت شويه من البشاميل كده، كان خفيف، ما سبته وهو سخن. ما سبتهوش يبرد عشان ما يتخنش قوي. وقلبته في المكرونه. وبعدين جبت اللحمه اللي انا كنت معصجاها. تمام. حطيتها وكده في نص الصينيه. يعني وزعتها بالتساوي يعني، لان انا كنت اعمل طاجن تاني جنبها، فقلت كتير عليها، يبقى كتير عليها نص كيلو كده. وحطيت هنا شويه بشاميل كده، بحب احط شويه بشاميل. وبعدين حطيت المكرونه التانية. باقي المكرونه بس. وبعدين حطيت بقى البشاميل على وشه وده كان الطاجن برضه. حطيت البشاميل على وشه بعد ما حطيتهم هنا على وشه كده البشاميل. حطيت بقى جبنه موتزاريلا على الوش. عايزه تحطي جبنه موتزاريلا حطي، عايزه تحطي بقسماط حطي. يعني براحتك، اي حاجه انت تحطيها حطيها. وده كان البانيه. حمرت البانيه كله. تمام. الف هنا وشفا على اللي كل يا رب. كان طعمه جميل والله. انا بحبش افتكس في البانيه كتير. بيغير طعمه من كتر التوابل وكده.